كانت روينه كبيره ديك الايامات في اسبانيا بسبب لامين يامال، والاسبانيين ما بقاوش كيحملوه. واش لامين يامال قرب يرجع للمنتخب المغربي؟ الصحافه الاسبانيه اللي كانوا كيمجدوا فيه البارح اليوم شعل فيهم العافيه ولاو كيهاجموه بزاف وكيقولوا ليه سير فحالك المغرب ما بقيناش باغينك. Pero un segundo, Lamine viene de jugar 3 partidos con el Barça y es un jugador convocable. A mí, noticia para la selección española, esto es una falta de lealtad absoluta hacia la campeona de Europa y si yo fuera Luis de la Fuente no llevaría a Lamine Yamal al Mundial. Lamine Yamal, elegiste mal. Viendo que Marruecos ha ganado el Mundial Sub-20 y vaya equipazo tiene Marruecos, elegiste mal. هذاك اللاعب هو اللي عنده الشرف وعظيم الشرف انه تيحمل القميص تاع الفريق الوطني، وهذه هي القاعده تاع كره القدم في العالم. شنو وقع بالضبط بيناتهم؟ وعلاش لامين يامال ما مشاش للتوقف الدولي الاخير؟ واش القانون الفيفا كيسمح ليه يبدل الجنسيه الكرويه ديالو من اسبانيا للمغرب؟ في هذا الفيديو غادي نشرح لكم القصه كامله اللي واقعه دابا، وغادي نجاوبك على السؤال اللي كيدور لك في بالك وكيدور في بال كلشي، اللي هو واش لامين يامال غادي يرجع للمغرب؟ واش كاينه امكانيه؟ حيت كاع الصحف الاسبانيه كيقولوا باللي راه غادي يرجع. خليك معايا باش تفهم البلان كامل، وخلي معاك واحد لايك وشي كومونتير زوين، وما تنساش دير معاك هذيك سبسكرايب. دابا نبداو. الموضوع ديال لامين يامال رجع ثاني للواجهه، ولكن هذه المره ماشي حنا اللي جبدناه ولكن هما اللي جبدوه. كيف ما كتعرفوا من شحال هذه لامين يامال اختار اسبانيا، لعب معهم اليورو، خدا جائزه ديال احسن لاعب شاب، والامور بالنسبه ليه كانت غاده مزيان. الجامعه المغربيه والركراكي كانوا تواصلوا معاه شحال هذا، وفي الاخير هو اختاروا المغرب، احترم القرار ديالو. لو كا ديال لامين، اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه، سي سون شوا سي دو جوي بور لاسبان، لا يسال عليه. بحال اللي ديما كنقول après on peut pas forcer un joueur à choisir son pays. ولكن مؤخرا القضيه حماضت ديال بصح ديال لامين يامال مع المنتخب الاسباني. القصه كاملها بدات فاش لامين يامال عيطوا ليه المنتخب الاسباني مؤخرا. هنا في لامين والبارسا قدموا للمنتخب واحد الوثيقه اللي هي شهاده طبيه ديال انه راه مصاب وما يقدرش يلعب، مصاب في العانه. وهنا فين ناضت اولا الاعلام الاسباني بحال الصحف والقنوات المشهوره بحال التشيرينغيتو اولا الصحف ديال مدريد ما قبلوش ليه هذا العذر وبداو كيسبوه وكيقولوا بلا راه كيتخادل، بلا راه ما عندوش الولاء والوفاء لاسبانيا. ثانيا وهذه هي الخطيره، وهذه باش كيتهموه الصحف كبار، والنقاش كامل تحول من واش انه مصاب او لا للنقاش ديال الهويه، ولاو كيسبوه وكيسبوا الاصل ديالو بلي انه مغربي. وبزاف ديال المعلقين والصحفيين الاسبانيين ولاو كيقولوا هضره خطيره ديال بصح اللي غادي تاثر في لامين يامال ديال بصح، ولاو كيقولوا بلي هذا اللاعب الاولويه ديالو ماشي هي اسبانيا، والا ما بغاش يلعب راه الباب قدامه ويمشي الا بغى يمشي للمغرب. وكيقولوا بلي راه ما خصناش نترجاوه، الولاء هو الاول، عادي يلعب في المنتخب. وهذه الحمله اللي داروا عليه خلته هو الوالد ديالو في موقف صعيب ديال بصح، خصوصا ان الاب ديالو دعمو باش يلعب في المنتخب الاسباني بالرغم ان الاب ديالو مغربي. ودابا ولا كيشوف ولده اللي يلاه عنده 18 عام كيتعرض للسبان والعنصريه بسبب اصله، وهذا الشيء بالرغم من انه اختار يمثلهم. هذا الهجوم الاسباني خلى بزاف ديال المغاربه يبقاو يتسائلوا، والمغاربه ولاو كيقولوا في لي كومونتير مادام هما ما بغاوش واش ممكن انه يرجع للمنتخب المغربي. المهم باش نكونوا واضحين ونقراو القوانين ديال الفيفا، فراه القانون القديم كان كافي انك تلعب دقيقه واحده فقط مع المنتخب ديالك، صافي الامر تحسم مستحيل انك باغي تلعب مع شي منتخب واحد اخر. ولكن في هذه الاواخر هذا القانون تبدل واحد شويه، ولكن قانون جديد كيقول ان اللاعب ممكن انه يبدل الجنسيه ديالو بشرط واحد فيه جوج ديال الشروط واللي مهم بزاف. واول حاجه خاصو يكون لعب اقل من 3 المباريات، يا اما رسميه يا اما وديه. ثاني حاجه يكون تحت من 21 عام، ولامين يامال تحت من 21 عام ولكن راه لعب اكثر من 10 الماتشات مع المنتخب الاسباني. وماشي غير هذا الشيء، دا معاهم اليورو، دا معاهم احسن لاعب شاب. بالمختصر المفيد ونجيكم من الاخر وبحسب اللوائح ديال الفيفا الحاليه، لامين يامال مستحيل اولا ما يمكنش يبدل الجنسيه الكرويه ديالو للمغرب نهائيا، والملف ديالو مع اسبانيا تسد بشكل نهائي. والركراكي براسو قالها واحد المره، قال صافي هذا الملف تسد نهائيا والله يسهل عليه. Si son choix c'est de jouer pour l'Espagne, لا يسال عليه. بحال اللي ديما كنقول après on peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile parce que le choix de ديرو à 16 ans ماشي ديرو à 20 ans ماشي ديرو à 19 ans. صراحه franchement c'est quelque chose qui à son âge j'aurais pas voulu vivre moi. C'est تختار. Donc voilà, on est ouvert avec lui. واذا هاد الضجه كامله اللي ناضت وبزاف ديال الناس كيقولوا بلي لامين يامال بحال والو يجي للمنتخب المغربي، وهذا الشيء السبب ديالو فقط السبان ديال الصحفيين الاسبانيين اللي كيمارسوا واحد الضغط كبير على لامين يامال. واخا هو باقي صغير، والحاجه الخايبه اللي دارها الاعلام الاسباني دابا وتابعينه فيها بزاف ديال الاسبانيين هي كيسبوا لامين يامال بسبب الاصل ديالو، بسبب انه مغربي، ولاو كاع كيتبرؤوا منه كيقولوا ليه سير ما بقيناش باغينك. والمشكل عند لامين دابا واخا يجي ويختار المغرب ما يمكنش ليه،
حيت اول حاجه الجامعه المغربيه لكره القدم ديالنا راه قال شحال من مره والقجع خرج شحال من مره وقال لهم اللاعب اللي ما عندوش الوفاء في قلبه للمغرب راه ما غاديش اولا ما يحلمش انه يلعب مع المنتخب المغربي، واخا ما عرفت كيفاش يكون حيت المنتخب المغربي اكبر من اي لاعب واحد اخر. احنا اولا خصك تعرف بانه اللاعب كيف ما كان ملي تيجي يلعب في الفريق الوطني الشرف تيحصل للاعب ماشي الفريق الوطني. بعدا باش نتفاهموا اون بون فوا بور توت، ماشي الشرف عند الفريق الوطني يجي يلعب معنا فلان ولا فرت اللاعب، هذاك اللاعب هو اللي عنده الشرف وعظيم الشرف انه تيحمل القميص تاع الفريق الوطني، وهذه هي القاعده تاع كره القدم في العالم. ثاني حاجه حتى الى المغرب بغى ان لامين يجي يلعب مع المنتخب فراه قانونيا ما يمكنش، والهدف ديالنا احنا من هذا الفيديو هو اننا نوعيو الناس من الشائعات اللي كيشوفوا في السوشيال ميديا، وهذا الشيء اللي داير دابا على انه لامين ممكن انه يجي يمثل المنتخب المغربي فقط هضره فارغه وخاويه خلقها الاعلام الاسباني. وكيف ما هو معروف من شحال هذا اللاعبين الاجانب كتوصل واحد الوقيته الجمهور وكل شيء والصحفيين كيتقلبوا عليهم وكيسبوهم بسبب الاصل ديالهم، واللعابه حتى هما كيكونوا عارفين هذا الشيء. وهذا الشيء اللي طرا مع مسعود اوزيل فاش مشى يمثل المانيا وفي الاخير رجع للبلاد ديالو اللي هي تركيا. علاش؟ حيت المانيا كاملين تقلبوا عليه وبداو كيسبوه بالاصل ديالو. وهاد اللعيبه الصراحه فراها كتضر في القلب ديال انك تكون كتمثل واحد الناس ويكونوا هما ما باغيينكش وما كيحسبوكش واحد منهم. المهم حنا كمغاربه ما كيهمناش لامين لا جا او لا ما جاش، حيت الصراحه عندنا منتخب مغربي قوي وعندنا لعابه ديالنا اللي مفتخرين بهم ومفتخرين انهم يلعبوا بقميص المنتخب الوطني المغربي، واللعابه ديالنا سمحوا في ديك النجوميه وفي دوك الالقاب الكبار وداك الشيء مع اسبانيا وجاو لعبوا مع المنتخب بحال ابراهيم دياز وبحال حكيمي وبحال بزاف ديال اللعابه وحدين اخرين. والمهم حنا مغاربه ولامين يامال حتى هو كيبقى مغربي والله يسهل عليه. المسيره ديالو في الاختيارات ديالو هو الوالد ديالو وهو اللي اختار داكشي، هو اللي طاح فيه، خاصو يتحمل المسؤوليه. وإلا كانت غادي توقع شي حاجه ولامين اثروا فيه بصح دوك الصحفيين اللي كيعايروه بسبب انه مغربي او لا افريقي وكيحسبوه ماشي واحد منهم، فراه ممكن نشوفوا اعتزال دولي قريب لامين يامال. وبالنسبه للمغرب فراه عندنا التشكيله ديالنا وكاينين اللاعبين والخطه تحطات من شحال هذا. اللعابه الصغار اللي اختاروا يلعبوا المنتخب المغربي عن قناعه. وإلا وصلتي حتى لهنا من الفيديو غادي نشكرك ديال بصح، وما تنساش تخلي لي في لي كومونتير شنو الراي ديالك في هذه الحمله اللي دايرين الصحفيين الاسبانيين على لامين يامال. وما تنساش ايضا ضروري تجاوبني في لي كومونتير الا جاب الله وطرات شي معجزه او لامين كان غادي يجي للمغرب، واش انت غادي تبغي او لا وعلاش. وهذا الشيء اللي كاين كيف العاده. الا عجبك الفيديو خلي معاك لايك وسبسكرايب. كيف العاده كان معكم سفيان البغدادي، تهلاو.